السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن أكتر حاجة بحب أتكلم فيها: العادات وتنظيم اليوم وترتيب الحياة. سؤال مهم جدا: إيه اللي بيموت أي حاجة، أي هدف أنا عايزة أعمله؟ أنا مثلا واحدة عجبني الكلام عن الرياضة، وإن أنا عايزة أعمل رياضة في اليوم وتبقى موجودة في حياتي يوميا جزء بسيط. أنا أصلا مش مهتمة بالرياضة. أنا إيه اللي بيخلي الحماسة بتاعت إن أنا أعمل رياضة تخليني النهارده اعمل رياضه ما تجيش بكره وبعده؟ ان انا سايبه الهدف مفتوح. اي هدف في الحياه، اي هدف في الحياه ما بتعملوش بتركيز وسايباه مفتوح وما التزمتيش بيه وما حددتلوش مقدار في اليوم وتوقيت في اليوم يتعمل فيه ونسبة تتعمل في اليوم وقليل طبعا دائم، الهدف ده بيموت. حتى لو كان الهدف ده انك تقومي مثلا تكنيس الارض، الهدف هيموت. اكتر حاجة تخليكي ماشية على هدف وتستمري عليه انك تعملي له مدة. انا تحت اي ظرف الدقيقة بتاعت الرياضة هعملها، يعني هعملها. يبقى انت كده قلتي دقيقة. طيب مثلا في حد بيقول لي انا بصلي كل يوم وانتظمت في الصلاة الحمد لله والصلاة على وقتها وكل حاجة، بس انا مش دايما بخشع في الصلاة. طب ايه رأيك لو تعمل عادة اسمها عادة الخشوع في الصلاة؟ ايه ده، هو ينفع نعمل حاجة اسمها عادة الخشوع في الصلاة؟ تحت اي ظرف. انا دلوقتي قدامي دقيقتين 3 دقايق والمفروض انزل وعايزه اصلي الظهر قبل ما انزل. ايه المانع ان انا الوقت اللي هقفه على السجاده خلاص قلت الله اكبر انا خاشع؟ اجيبها ازاي دي؟ بالتمرين وبالتدريب والممارسه والالتزام. انا وقت ما هقف على السجاده انا مش هفكر في حاجه غير في القران اللي بقوله، بسجد دلوقتي، بركع دلوقتي، بقيم دلوقتي، بكلم ربنا دلوقتي، بدعي ربنا دلوقتي. المدة اللي هصلي فيها عندي متاحة اقعد اصلي نص ساعة خير وبركة. ما عنديش غير دقيقتين، طب بصلي في مكان، طب بصلي في الشغل، طب بصلي وانا مثلا عند حد. اي مكان احط رجلي فيه على السجادة وهقف اصلي انا خاشع ومركز. يجي ازاي ده حضرتك؟ بالالتزام والتمرين والالتزام والتمرين لحد ما تبقى من عاداتي هي الخشوع في الصلاة. ايه كمان؟ حد يقول لي انا القراءة القرآن بالنسبة لي مش يوميا، وانا مش يوميا حاطه القرآن في يومي. ليه؟ لان انا لما بحب اقعد اقرا كده احب اقرا بتمعن ومركزه في القران، وده ساعات بيخليني حابه اعمل وحابه ما اعملش. جميل جدا. انا اخدك هنا الحته مهمه جدا ان عندك امرين في القران: امر افلا يتدبرون القران، ده امر بالتدبر، ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياتي، ده أمر بالتدبر. والأمر الثاني فاقرأوا ما تيسر منه، وربنا شارح الآية: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. هو اتقال لك كده، يعني ربنا عارف ظروفك وعارف حالك ومع ذلك ألزمك بأنك تقرأ ما تيسر منه. طب إيه المانع إن نعمله زي موضوع الصلاة؟ تحت أي ظرف أنا هعمل 10 دقايق في اليوم، 10 دقايق في اليوم، ده انا كده صغرت المدة عشان يبقى قليل دائم. ال10 دقايق دول هحط لهم مقدار من الصفحات. ال10 دقايق دول مثلا هقرأ فيهم 5 صفحات. ال5 صفحات دول انا بقرأهم من اول كلمة لاخر كلمة بتركيز. ايه ده، هو ينفع؟ عارفين يا جماعة فكرة حلوة قوي وبحبها جدا وبتجيب معايا نتيجة. عارفين الراجل لما اللي هو بتاع الإشارة بتاع الصم والبكم اللي بيجي في ركن كده على شاشة التلفزيون او على اي فيديو شغال، حد بيتكلم حتى لو لايف حتى لو مباشر، حد بيتكلم وهو بيترجم فوري. اهو ممكن حاجة زي دي تبقى في دماغي وانا بقرأ القرآن. وقال الذين كفروا، واحد كفر وبيتكلم، للذين مش عارف امنوا، واحد قدامه امنوا، وهما الاتنين بيتكلموا كلمة منه على كلمة منه، انا عم حاضرة الحوار بينهم وانا بقرأ، وده بسريع. يعني انت ممكن التركيز بيخلي الاعمال تيجي بسرعة. التركيز بيخليني الشيء اللي يتعمل في وقت طويل ممكن يتعمل في وقت قصير وحلو جدا. فانا قررت اني تحت اي ظرف وقفت على السجادة اصلي، انا بعمل الصلاة بخشوع. انا مش هدي نفسي مجال تاخدني شمال ويمين، تك على طول هصلي. قررت ان انا كل يوم من القرآن في وقت هحدده، الوقت ده يكون مفهوش وقت بقى حد يكلمني حد اكلمه، خليه في وقت امن، وقت حلو، وقت انت لوحدك. ال10 دقايق دول انا هقرأ فيهم 5 صفحات يوميا تحت اي ظرف. انا الاسبوع لازم يعدي الموضوع ده، هلتزم ب7 مرات في الاسبوع، 30 يوم في الشهر.
هقرا ال5 دقايق بلغه الاشاره اللي قلت لك عليها، مش لغه الاشاره ان انت تعملي لغه الاشاره او انت تعمل لغه الاشاره، لا، اللي هو نفس التركيز والحضور. انا مش بفسر ومش بفتح تفاسير ولا اي حاجه، لا، بس انا محضره الايه اللي بتتقال، حاضره في مخي ايه اللي بيحصل جواها، وكلنا عارفين الطريقه دي وبنعملها، وهكذا. فايه اللي بيموت الهدف؟ اي هدف في الدنيا اللي بيموته ان هو مفتوح، مش محدد، مش ملتزمة بيه، ما ببقاش عندي حمية كده وتركيز وجدية وانا بعمله. انا قررت اعمل الشيء اعمله ابقى حاضرة ومركزة فيه، انجز على طول. حطي بقى قيسي على كده كل حاجة. الأوضة الفلانية هقف اروقها، ممكن الأوضة دي تاخد منك 7 ساعات، وممكن تاخد منك 10 دقايق، كله بالتركيز. وطبعا في مهام بتبقى اصلا كبيرة في نفسها، بس يعني في بقى بتبقى بزيادة بقى، اللي هو دولاب الهدوم انا قررت اعمله. دولاب الهدوم ده ممكن يشقلب رأسا على عقب من فوق لتحت في ساعة، تنظيف وتلميع وتطهير وترتيب وتصنيف وكل حاجة في ساعة، وممكن ياخد مني 3-4 ايام، كل واحد على حسب ما ايه، ما حاضر ومركز في الامور، وهكذا. فاللي بيموت الهدف انه يكونش مركز، ما كنش محدده، ما كنش حاطط لنفسي وقت قبل ما اعمله، وانا بعمل قلبي حاضر، ما بروحش شمال ولا يمين، انا هنا يعني بشتغل على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.